المهرجان السادس للأدب، مهرجان عثمان صبري. هذا المهرجان الذي يعقد بشكل سنوي ضمن إطار الحفاظ على ثقافة المكونات وامتدادا لثورة روجافا، ثورة شمال وشرق سوريا والثورة في سوريا من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حر. كلنا يعلم من هو عثمان صبري الذي لم تمنعه حدود، كان يناضل عبر حدود من أجل قضية شعب ومن أجل حقوق شعب. عمل في السياسة سنوات عديدة وعمل في الأدب والثقافة من أجل تحقيق طموحات شعب حرم في أماكن مختلفة وقسمته حدود واتفاقيات دولية بعيدة عن الواقع، فاعتقل وسجن في عدة دول في هذه المنطقة. وهذه الدول ما يجمعه حقيقة الأمر عندما نتحدث على اعتقاله وتوقيفه نستذكر بأن هذه الأنظمة الشمولية، الأنظمة الاستبدادية المركزية هي لا ترغب بأن يكون هناك صوت لثقافات مختلفة أو تنوع في كل ثقافة لكل شعب أو لكل مكون، بل عمدت هذه الدول وهذه الأنظمة على وجه الخصوص الأنظمة المركزية. وجاء ومعينا ملفيدك دستكفتية شهادتي وانبون أن دياريك يعني نوان تهفان بكن. آدنجي حرسال مهرجان عثمان صبري دماغو ما بريا 6 سالان بلانسازيا في فستيفال دا لسر مهرجانك كو قلق ويري خاني ويجي يان جوري خاني ويجي لسر چند روشان لداخلنا. عثمان صبری دیازی مهادهم هزار محصول نوتوسیانده چوسر دلوانیا خودی ولگان برکبری یگری دای نچه ادربیسی سپارتی آخیبو وارین کردی ده مینا هوار روناهی روجانی هیپی هوار چیا هیپی بربند بلافکریه وجبر همین وی افري آبی عثمان دست فکر و ام جی درجاوی ریده مشن حیات و ام تینین سرکفتنی داری و جهده الخاجی شورش و رجوعات سال 2011 حتی نها گلک ویر مجیان کرن بحزاران چیروک و بحزاران رومان و بحزاران فیلم جوارن چیکرن از دبیجم بلکه حقیب شورشی ورا خارن جنای داین جی. كان المحرس في أعلى تلة تنبسط على يمينها سهول بلدة تل حميس الزراعية، وعلى يسارها ترتفع صوامع قرية تل علو في أقصى الشمال الشرقي لسوريا. تلة تشحق كل صباح بعبق القرى التي جبلت قوانينها بالطين والروث. تلة تخفي خلفها عربتين عسكريتين خاملتين ورفاق سلاح عبروا الظلمة بمراكب النور.